دلوقتي إذا لا قدر الله حصل فشل في الزراعة، هل يا دكتور ممكن أزرع تاني؟ ساعات بيجي مريض من عند دكتور تاني يقول لي دكتور أنا عملت زراعة والزراعة فشلت. لازم الدكتور الأسنان في اللحظة دي يعرف إيه السبب. هل السبب ليه علاقة زي ما قلنا بالجسم، مثلا في أمراض معينة المريض ما عالجهاش، أو في قياسات أو تحاليل معينة المريض ما نظمهاش قبل عملية الزراعة فده أدى لفشل الزراعة. ولكن لازم نعرف السبب. هل السبب مثلا إن العظم الطبيعي ما كانش كفاية والدكتور اعتمد على ان الزرعه هتقدر تتماسك لوحدها في العظم الطبيعي؟ هل مثلا السبب ان المريض كان جنب المكان بتاع الزراعه فيه تلوث مثلا في ضرس معين فادى لفشل الزراعه؟ هل مثلا ما اخدناش الاشعاعات المطلوبه فاشتغلنا بدون رؤيه واضحه وبدون تخطيط واضح لاماكن الزراعات فحطينا الزراعات في اي اماكن فده ادى لفشل الزراعه؟ هل احتاجنا عمليه اضافيه مثلا من زراعه عظم صناعي او اغشيه حيويه او حاجه اسمها رفع للجيب الانفي وما عملناهاش فبالتالي العظم ما قدرش يمسك فيه الزرعه الطبيعيه؟ هل جودة الزرع، ودي نقطة مهمة جدا، العالم كله دلوقتي بينتج زراعات ولكن الجودة بتفرق. ممكن زراعات تدخل العظم نسبة رفض العظم ليها تبقى عالية جدا والعظم ما يتعاملش، او العظم الطبيعي بتاع الانسان ما يتعاملش مع الزرعة بشكل طبيعي فيحصل فشل للزراعة. فبالتالي هل ممكن علاج فشل زراعة الاسنان بان احنا نعمل عملية زراعة وتنجح بعد كده؟ طبعا وبنسبة كبيرة جدا.